كان جندي سابق في القوات الخاصة البحرية، وفاش كانوا صحابو القدام كيتقاتلوا على الفلوس هو قرر يحارب المافيا الروسية والطريات الصينية، ماشي على الفلوس ولكن على خاطر بنت صغيرة وبريئة. ودار فيهم شي حاجة شيطانية ما غاديش تخطر لك على بالك. مرحبا بك معنا في قناة فيلم في البال. ما عنديش بزاف ديال المشتركين ولكن التعليق ديالك هو شوها عمل كيعطيني الحماس باش نكمل. في مدينة نانجينغ في الصين كاينة بنت صغيرة سميتها ماي، عندها موهبة نادرة، عبقرية في الحساب، كتحسب أي معادلة صعيبة بلا ما تعيا ولا دير شي مجهود، والذاكرة ديالها بحال شي خزنة كتحفظ أي رقم كتشوف. نهار وهي راجعة مع صحابها جبدوا عليها شي رجال وخطفوها، وخداو عاد واحد الزعيم ديال المافيا الصينية سميتو هان. هان تحت المراقبة ديما وما بغاش يخلي حتى شي أجر مكتوب على العمليات ديالو، خاصو شي واحد بحال ماي اللي كيحفظ ليه الحسابات ديالو. في الأول ماي ما بغاتش تتعاون معاه، ولكن من يهددها باش يقتل الوالدة ديالها ما بقى عندها ما دير. باش يخبيها هان عطاها لواحد من رجال العصابة ديالو اللي سميتو تشونغ، اللي داها لنيويورك ودارها بلي بنته. وفي نفس الوقت في ولاية نيوجيرسي كان واحد البوليسي سابق ومقاتل في الحلبة سميتو لوك، وسط واحد المضاربة ديال بصح كان خاصو يخسر الماتش، ولكن بالغلط ضرب الخصم ديالو وخلاه في الغيبوبة. هادشي خلى الرئيس المافيا الروسية يميل يتعصب حيت خسر فلوس صحيحة بسبب لوك. فهم بلي دار مشكل كبير مع المافيا، رجع للدار ديالو مخلوع، ولكن كان فات الفوت. ولد ايميل فاسيل كان سبق وقتل مراتو الحامله، الصدمه كانت عليه كبيره، وحتى ملي هجموا عليه العصابه ما دافعش على راسو، هدوا بلي اي واحد يهضر معاه غادي ينحيوه من هذا العالم، وخلاو حياته كامله كحله بلا امل وبلا عائله. مشى لنيويورك وعاش متشرد في الزنقه، وكان محطم مسكين بزاف. عام داز وماي مازال خدامه مع العصابه، شون كيدورها في الشوارع وهي كتحفظ ليه الحسابات ديال الربح والخساره في التجاره المشبوهه ديالو. صحاب المحلات كيعطيو للعصابه نسبه من الفلوس ديالو، وماي ولات جزء مهم من اللعبه. مع الوقت ولات كتعرف كيفاش كيدوز هذا العالم الاجرام الموسخ. اما لوك ما كان كيقضي وقته غير باش يبقى عايش في الزنقه. في ليله من الليالي شاف واحد الراجل حفيان ورجليه متعفنين، عطف عليه وعطاه صباطه، ولكن في الصباح لقى الراجل مذبوح والصبابط مسروقين. الزنقه كانت كابوس ما كيتسالاش. اما في تشاينا تاون وحده خدامه مع تشونغ مشات عند ماي في الليل وقالت لها خبر نزل عليها كالعاصفه، الام ديالها ماتت في الصيد بعد مرض طويل. في الغد هان وصل نيويورك لاول مره من نهار جاب ماي، وعطاها ورقه فيها ارقام وقال لها تحفظهم. ثواني حفظتهم بلا ما تغلط، وعرفت بلي عنده بشي قيمه كبيره حيت هان مباشره حرق الورقه. تشونغ خداها لبلاصه جديده وقال لها غادي يكون عندها ارقام اخرين تحفظهم ملي وصلوا، ولكن قبل ما يوصلوا تعرضوا الهجوم من طرف المافيا الروسيه اللي كيرأسها ايميل ونفس الشخص اللي قتل مرات لوك. الروس كانوا باغيين ماي حيت الارقام اللي في دماغها عندهم واحد القيمه كبيره. ناضت الروينه بالقرطاس والعصابه الصينيه تغلبات، حتى خطفوا الروس ماي وخدوها معاهم. من جهه اخرى نهار ديال لوك غادي وكيخيام، حتى الفلوس ديال الفطور تسرقات لي من عند واحد الراجل وهو كيقلب على ما ياكل. تلاقى مع واحد البوليسي قديم كان خدام معاه، البوليسي عرفوه وجاب معاه صحابه، جروه لواحد البلاصه مهجوره وبداو كيشبعوا فيه هدر. كانوا باقيين حاقدين عليه حيت قبل سنوات فضحهم وكشف الفساد ديالهم مع العصابات، داروا فيه خدمتهم. ومن بعد واحد منهم عطاه فردي وقال ليه ينتحر، ولكن لوك رفض وخرج مضرور ولكن ما محطمش. اما ماي في الروس خداوها عند ايميل اللي طلب منها تقول لي الارقام اللي حفظات. في هذه اللحظه فهمات ماي باللي المراه اللي قالت لها باللي امها ماتت كانت خدامه مع الروس في الاول. المراه حاولت تضغط على ماي باش تهضر، ولكن ماي حست باللي مني غادي يسالي الدور ديالها غادي يقتلوها. وبالفعل الروس ضربوا المراه بالقرطاس قدام عينيها. ماي فهمت باللي حتى هي في خطر الا نطقت، بقات ساكته وما بغاتش تعطيهم الارقام. في ذيك اللحظه الكابتن وولف بوليسي فاسد كان خدام مع لوك قبل دخل المخبأ ديال الروس وما جاش باش يطبق القانون ولكن جاي باش ينفذ الاوامر. هان رئيس المافيا الصينيه ايميل عرض عليه رشوه كبيره باش يغمض عينيه على داك الشيء اللي واقع وخلى الروس يكملوا خدمتهم. وسط هذه الفوضى ماي قدرت تهرب بلا ما يلاحظها شي واحد. العصابات الروسيه والصينيه بداو كيقلبوا عليها وهي وسط الهرب لقات راسها في محطه ديال المترو فين كاين لوك واقف كيعاود يفكر في الانتحار. كان قريب ينقز قدام التران ولكن في ديك اللحظه عيني تلاقاو مع ماي. الطفله كانت خايفه وحس بشي حاجه داخلو تبدلات، شاف حتى العصابه الروسيه اللي قتلات مراته كيجري وراها فقرر يتدخل. ماي دخلات المترو هاربه ولكن العصابه تابعها. لوك شد بجنب التران وهو غادي وبدا كيطيح الروس واحد بواحد. واحد من العصابه عرفوه وتصدم كيفاش رجع كيحارب بشراسه. بعد ما قتل اخر واحد فيهم
اخيرا وصل لماي، ولكن هي فكرته واحد منهم وهربت مباشره ملي يوقف المترو. لوك كان باغي يلقاها وسمع في الراديو ديال واحد البوليسي اعلان لا انذار، وفهم بلي حتى البوليس الفاسدين كيقلبوا عليها وإلا شدوها غادي يسلموها للمافيا. من بعد دقائق نفس البوليسي اللي ضرب لوك لقى ماي وحاول يعتقلوها، ولكن لوك وصل في الوقت المناسب وطيحهم بالزربه وبين بلي كان ساكت قبل غير بالاراده ديالو ماشي خايف. ماي كانت مازال خايفه ما واثقاش فيه، ولكن ملي شافت العصابه الروسيه كتقرب ما لقات حتى شي حل اخر ونقزات معاه في الطوموبيل. بدات المطاردة بالسرعة في شوارع منهضنة. في آخر المطاردة لوك قتل جميع الروس، سرق ليهم البزاطم ديالهم ودا ماي الفندق فخم. في بلاصة أخرى الكابتن لقى بلي ماي تخطفات بالقوة ماشي من طرف المافيا ولكن من طرف لوك. كان مصدوم حيت لوك ما كانش كيشارك في أي جريمة ملي خرج من البوليس. في نفس الوقت من يدخلوا للفندق ماي بدات كتثيق في لوك وقالت لي على الأرقام اللي حافظها. من بعد ما سمع الأرقام لوك عرف بأنهم شي كود سري ديال شي خزنة. ماي قالت لي بأنها كانت خاصة تحفظ رقم واحد آخر ولكن هاجموهم الروس، يعني كاينين جوج خزائن فيهم شي حاجة ثمينة وكبيرة ويمكن داخله فيها المافيا الصينية. وفجأة شان عرف فين هي ماي عبر واحد الجهاز تتبع في التليفون ديالها. هو والرجال ديالو وصلوا للفندق وبدات الفوضى مع القرطاس. الناس بداو كيسدوا باش ينقذوا حياتهم. بالاخر لوك دخل في واحد المقاتله باليدين مع العصابه وتفرق بينه وبين ماي. شان لقاها وداها ولوك هرب قبل ما يقتلوه. عرف انه ما يمكنش يترك ماي بوحدها وقرر يدير اي حاجه باش يرجعها السالمه. عيط الفصيل ولد الزعيم الروس ايميل اللي هو نفس الشخص اللي قتل مراته السنه اللي فاتت. لوك دار راسو بانه واحد من العصابه وقال لي عنده الرقم اللي كيقلبوا عليه. فصيل تيقو وقال لي نتلاقاو في واحد الفندق باش يعطيه الرقم. بلاصه اخرى الرئيس ديال المدينه عيط على الكابتن الفاسد باش يناقشوا على جميع الحوادث اللي وقعت مؤخرا، وطلع بان الرئيس وصاحبه اليكس حتى هما فاسدين بحال الاخرين. الرئيس كيقول بان لوك ما كانش غير بوليسي عادي، راه كان عامل ديال المخابرات صيفطوه يخدم مع البوليس من بعد احداث 11 سبتمبر. ملي كان خدام في البوليس هو وشريكو القديم اليكس كانوا كيقضيو على الرؤوس العصابات باش يرجعوا شويه ديال النظام، ولكن لوك اضطر يخرج من الخدمه من يفضح الكابتن والطريقه الفاسده اللي كانوا خدامين بها هو الفريق ديالو. اليكس بقى في البوليس ودار علاقه مع الرئيس باش يطلع في الكراد. دابا الكابتن بدا كيعرف ان لوك اللي كان كيتسنى منه يكون فاشل راه اخطر عدو واجهو في حياته. حاليا اليكس اللي كان شريك لوك ولا هو صاحب الرئيس وتحول حتى هو الفاسد بحاله. منين جا الخبر الرئيس بان لوك وماي مجموعين تقلق بزاف وبان بحال الا عارف شي حاجه على الخزنه والكود ديالها. في نفس الوقت ما يرجعوها للزعيم يسولها واش قالت شي حاجه على الكود ديال الخزنه. هي كذبات وقالت لي بانها كانت كدير راسها ما كتفهمش الانجليزيه. شون كيتصل باليكس وقال لي بانهم شدوا البنت ودابا يقدروا يكملوا الصفقه، وهي اللحظه اللي كتبين فيها على الناس اللي المافيا الصينيه بغات دير معهم الصفقه. هما الرئيس وصاحبه اليكس كانوا غاديين يبدلوا الكواد ديال الخزنه، كل طرف عنده شي حاجه ثمينه وكبيره. من بعد لوك وصل للكازينو ولقى الروس تماك، نصب عليهم وصفى كاع الرجال ديال فاصيل. خدا فاصيل كراهينه ناوي يهدد بباه ايميل. اتصل بايميل وقال ليه يعطيه المعلومه على شنو كاين في الخزنه مقابل حياه ولده. ايميل قال لي بان الخزنه اللي عند المافيا الصينيه فيها 30 مليار، اما الخزنه اللي عند الرئيس ففيها شي حاجه كتساوي هذا المبلغ. كانوا غاديين يديروا التبادل باستعمال الطفل ماي، ولكن الروس تلقاو ليهم وخربوا عليهم الخطه. ودابا بما ان الصينيين رجعت لهم ماي الخطه رجعت للخدمه. تسونغ مشى يتلاقى مع اليكس باش يبدلوا الاكواد. الطريقه الوحيده اللي بقات قدام لوك باش ينقذ ماي هي ياخذ ديك 30 مليار من المافيا الصينيه قبل ما يوقع التبادل، ولكن ما يقدرش يديرها بوحده حيت الخزنه مخبيه والزنقه ديالهم ومحروسه من اخطر العصابه ديال الصينيين. دوز يطلب المعاونه من صحابو القدام البوليسيين وهما وافقوا ولكن غير على ود الفلوس. من بعد الفريق دخل المخبأ وبدات المضاربه بطليق القرطاس. في طريقهم ماتوا بزاف من ديال العصابه وحتى البوليس. ملي وصلوا للخزنه لوك دار الخيانه، قتل البوليس كاملين خلى غير الكابتن وشدوا كراهينه مع فاصيل. لوك حتى هو خد الفلوس اللي كانت في الخزنه ومشى في طريقه للمكتب ديال الرئيس. في طريقه اتصل باليكس وسولو شنو كاين في الخزنه الثانيه حيت لوك عنده الفلوس. اليكس مضطر يدير اللي كيقول ليه. قال لي بان الخزنه الثانيه ديال الرئيس وفيها ديسك فيه المعلومات على كل العصابات ديال نيويورك، والرئيس كان ناوي يبيع الديسك للصينيين ياخذ 30 مليار ويخلي العصابات يتقاتلوا. اليكس كان غادي يدير الصفقه مع تسونغ، ولكن بما ان الفلوس تسرقات قرر يرجع يتلاقى مع لوك. ولكن لوك قال ليه يجيب معاه ماي حيت مهمه في هذا اللعب. اليكس سمع الكلام قتل شون غورجانو وجبد الطوموبيل باش يمشي عند لوك ومعاه ماي. في المشهد اللي جاي لوك دخل بالقوه لمكتب الرئيس وطلب منه الديسك اللي فيه المعلومات ديال الخزنه الثانيه. الرئيس ما بغاش يعطيه ولكن ما عندوش خيار وعطاه الديسك اللي فيه الفضيحه ديال العصابات كاملين.
ولوك ضربو حتى خلاه يغيب ومشى باش يتلاقى مع أليكس. دابا لوك عنده الفلوس والمعلومات ولا أوعر واحد في هاد السطاح، ولكن أليكس عنده حاجة غلا اللي هي ماي. ملي تلاقاو باش يبدلوا الفلوس بماي لوك ما قبلش، قال لي نحسموها واحد ضد واحد. أليكس تعصب بزاف وجا باش يتقاتل معاه، ولكن ماي درباتو في الرجل بواحد القرطاسة، وهذه كانت واحد الفرصة لوك وصفها لي بالزربة. لوك وماي ولاو أحرار دابا، عندهم الفلوس والديسك اللي يقدروا يستعملوه كحماية وعلى ود السلامة ديال ماي. لوك خلى الكابتن يمشي وعطاه 50 مليون كتعويض، وخلى حتى فاصيل باش الروس ما يتبعوهش. بقى رئيس المافيا الصينية هان اللي سرقت منه ماي والفلوس. لوك عطاه المبلغ اللي بقى باش ما يبقاش يقلب عليهم. في الاخر لوك خبى الكوبي من الديسك في بلايص مختلفة في المدينة باش الا جا شي واحد يهددهم يقدروا يفضحوا بزاف ديال الناس المهمين بالديسك. المشهد الاخر لوك وماي راكبين في الطوموبيل وغاديين للسايت باش يبداو حياة جديدة، وهكا كيكون سهل الفيلم ديالنا. إلا عجبك ملخص هذا الفيلم خلي واحد اللايك وخلي الرأي ديالك في الكومنتيرات، وإلا مازال ما اشتركتيش راه فايتك بزاف. نشوفكم في الفيلم الجاي.